بالنسبة للعربيات الفتيس السي في تي، بص ما تغيرش زيت الفتيس السي في تي لو في حالة من الحالات دي. انت مثبت رجلك على دواسة البنزين او مثبت السرعة والار بي ام بيعلى ويوطى، ماشي، ده معناه ان السير ابتدى يفلت كويس. في الحالة دي ما تغيرش الزيت. الزيت لونه غمق، الزيت الفتيس السي في تي مثلا بتاع العربيه الميجان او اللي موجود في العربيات اللي هي النيسان بيبقى لونه اخضر فاتح، بيبقى لونه على المقاس غامق، معناه ان الزيت ده فيه رايش. يبقى الزيت ده لو فيه رايش ما تغيرش زيت الفتيس. طيب لو بتظهر لك رساله اوفر هيت جير بوكس، معناها درجه حراره الجير بوكس بتعلى، درجه حراره الزيت بتعلى، يبقى الزيت ده اصبح معبى برايش واجزاء معدنيه متاكله من الفتيس، فما تغيرش الزيت في الحاله دي برضو. لو بتظهر لك اي رسائل اعطال على الشاشه خاصه بالجير بوكس او بزيت الفتيس، برضو ما تغيرش زيت الفتيس. زيت الفتيس تغيره من 30 ل 40 الف ثابت من اول ما تشتري العربيه والعربيه ماشيه عادي وبحالتها تمام واخر حاجه خالص لو في نتشه مع الكيك داون برضو ما تغيرش زيت الفتيس، لان ده معناها النتشه دي ان مجموعه الحركه او السير بدأ يحصل له انزلاق. تحياتي لحضراتكم، بقول لكم كده علشان الناس اللي هي بتفكر تغير الزيت بعد ما عدى فتره طويله جدا عليه وبعد ما عمل كيلومترات كتيره جدا بالعربيه وجاي دلوقتي عايز يغير الزيت، فممكن يتسبب في ان العربيه توقف خالص، يعني واخد بالك. ف عايزين نحافظ على الفتيس، نغير الزيت من اول ما نشتري العربيه كل 30 او 40 الف كيلومتر. ولو هنقيس بالفتره الزمنيه يبقى كل 3 سنين كويس جدا يعني. تمام. تحياتي.